السومة في مباراته الأولى. السومة طبعا كان حاضرا في بطولة كأس غرب آسيا والتي كانت في الكويت مع المنتخب السوري، ولكن عندما نتحدث عن المباريات الرسمية هذه المباراة الأولى للاعب طبعا اللي يلعب مع نادي الأهلي السعودي. مباراة ستنطلق في هذه اللحظات. المنتخب القطري طبعا اللي خاض مباراتين على مستوى التحضيرات لهذه المباراة بهذه الأسماء الشابة. بالمباراة الأولى للمدرب السيد فيليكس سانشيز نتحدث عن مباراتين امام منتخب تركمانستان كان قد فاز فيها بهدف مقابل هدف وبهدفين مقابل هدف، بينما المباراة الاولى والتي كانت امام منتخب اندورا كان قد فاز بهدف نظيف، بينما منتخب سوريا الذي طبعا خاض مباراة ودية امام المنتخب الماليزي وكان قد فاز فيها بهدفين مقابل هدف واحد. طبعا جالية سوريا حاضرة هنا في مدينة ملاكا في عسل هيدوس. تمريرة كرة خطيرة خطيرة خطيرة، ولكن التغطية الدفاعية كانت موجودة في الكرة الماضية من تامر حاج محمد من امام علي اسد. استأسد اللاعب بهذه العناصر. السومة عند الكرة خطيرة خطيرة، تصويبة هدف اول من خلال هذا اللقاء. كرة ترسل عالية، السومة عند الكرة ولكن الهدف ابيض. تسلل كان موجود في الكرة الماضية، التسلل كان موجود في الكرة الماضية. نعم الراية اهداف لهدفين، ولا كرة تصل الى عبد الكريم حسن عرضية، ولكن في الاخير الكرة وصلت سهلة. بعد ذلك سعد الشيخ في المرة الثانية. ما زالت الخطورة. السومة كرة منقولة ممتازة، هنا فرصة، ما زالت الخطورة والتسديد. جول جول جول، هدف اول لنسور قاسيون في هذه اللحظات عن طريق عمر خريبين. عمر خريبين ما بعد الضغط تأتي الأهداف، والمنتخب السوري تمكن من تسجيل الهدف الأول في هذه اللحظات عن طريق اللاعب عمر خريبين. وصلت إليه الكرة في المكان الفاضي بعد من المدافع، وبعد ذلك التسديدات، لكن في الأخير سهلة عند حارس المرمى الحارس سعد الشيخ. طبعا كوريا أكرم عفيف يتقدم، يمر اللاعب المهاري، التمرير، تصويبه بعد ذلك اتت ولكن اعتلت العارضه. كره حسن الهيدوس تحولت الى خارج الملعب الى اللاعب اللي يتواجد في دكه البدلاء. لدينا محاوله وتصويبه هنا تاتي، لكن في الاخير تحولت من فراس الخطيب الى خارج الملعب الى ركله مرمى. من بين هذه الاسماء واحد كذلك من الاسماء المميزه مع بعض المباريات التي كان مرشحا فيها للفوز. هنا محاوله قطريه نهائيه، ما زالت الخطوره، وهنا التسديده لكنها كانت بصوره ضعيفه، وصلت سهله عند حارس المرمى الحارس. انطلاقه محمود المواس عند الكره، المواس يتقدم يحاول، لكن بالخبره احمد ياسر اللاعب اللي طبعا يسيطر نسبه 51 مقابل 49 للمنتخب السوري. لكن يعني ما يغيب عن هذا اللقاء هو الجماهير حقيقة. يعني المنتخب تقدم يحاول يمر بالصورة الأولى، ولكن في الأخير كرة تصل اليسار من جانب حسن هيدوس، لكن عملية الدفع كانت موجودة من علاء الشبلي في الكرة الماضية. اللاعب اللي بتعود مرة أخرى على أسد والتصويب، ولكن إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب، لم تكن بالصورة الخطيرة. إلى مؤيد العجان ليلعب كرة طويلة خطيرة خطيرة خطيرة، ولكن الراية أتت والصافرة كذلك أتت. هل كان متسلل محمود المواس في الهيدوس؟ الهيدوس كرة واحدة خطيرة، جول جول جول. علي أسد يسجل هدف التعادل للمنتخب القطري في هذه اللحظات. العنابي يعود بكرة ثنائية ما بين الهيدوس وعلي أسد. هنا فرحة الجماهير القطرية الحاضرة في مدرجات هذا الملعب بهذه الصورة بهذه الكرة. منتخب قطر وكذلك منتخب سوريا، المنتخب اللي يحاول في هذه الكرة خطيرة، خطأ من حارس المرمى، لكن محمود المواس ما زالت الخطورة، لكن في الأخير قطري خطيرة 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 من اجل الهدف الثاني، ولكنها ضاعت في اللحظة الأخيرة. نعم حسن هيدوس، هنا التمريرة كرة خطيرة أبو علام والتسديدة، لكن في الأخير إبراهيم عالمة تصدى في الكرة الماضية. إبراهيم عالمة تصدى، عجان عند الكرة، العجان يحاول يمر للسومة، السومة الخطير، لكن في الأخير التغطية حضرت في اللحظة الأخيرة. لم يتقدم إلى الجانب الأيسر، بعد ذلك المحاولة مستمرة، لكن في الأخير التغطية الدفاعية. المنتخب السوري عبد الكريم حسن يتدخل، عليه أن يحذر، عنده بطاقة صفراء، عليه أن يحذر. هنا الحوار اللي بينه وبين علاء الشبلي، والحوار الميداني يغادر أرضية الملعب، وحميد بيدو هو من يدخل بدلا منه الآن. حميد بيدو أيمن، كرة خطيرة سورية، محاولة خطيرة 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 في اللحظة الأخيرة. مساندة مصعب في المساندة، بعد ذلك مصعب. سوريا هدف
قطر هدف. شوط أول ينتهي. ألقاكم كرة مصعب خضر والعرضية، كرة خطورة ولكن في الأخير الكرة وصلت وتحولت، ترسل عالية داخل منطقة الجزاء، خطيرة للمنتخب السوري، لكن في الأخير من عمر السومة. كانت الكرة من المدافع القطري إلى أبو علام، إلى ستلعب كرة ترسل عالية داخل منطقة الجزاء وراسية السومة لكنها بعيدة، راسية السومة بعيدة إلى خارج الملعب. السومة لاعب انطلاقه لا تاتي، المعز عاليه عند الكره يحاول فيها لكن في الاخير التغطيه دفاعيه والكره تحولت الى خارج الملعب الى ركض واتاحه الفرصه. هنا كره خطيره عمر خريبين. الله عمر خريبين يسجل ثاني الاهداف. اعطيه الكره وانتظر ماذا يفعل. عمر خريبين لاعب الزعيم، لاعب نادي الهلال السعودي، هو من يسجل ثاني الاهداف للمنتخب السوري في هذه اللحظات بتسديدة يسارية بكرة وانطلاقة وبتمريرة بينية. يا سلام. جزاء بهذه الصورة كان التدخل من احمد ياسر وكان القرار من السيد علي صباح. عاد السومة، هذه كرات السومة، يعشق هذه الكرات. السومة عمر السومة والتصويب قوية ولكن اقوى الحارس على مرتين. كرة قوية وكرة كانت مثالية لكن تصدي مثل كل العرب في عام 2022. رمية جانبية، كرة تصل من الجانب الايمن، محاولة المرور التقدم في الجهة اليمنى، التغطية بعد ذلك الكرة الى خارج الملعب، عادت رك، كرة منقولة خطيرة بالكرة ولكن في الاخير التغطية دفاعية هي من حضرت في اللحظة الأخيرة. عمرو جنيات في راس الخطيب، مسات، نقلات، كرات، انطلاقات، هدايا، منطقة الجزاء، بعد ذلك الراسية. بو علام كاد ان ياتي بالعلوم المبشرة. لامو كرة خطيرة، كرة ثانية، راسية، نفس اللاعب هو ابو علام، نفس المحاولة من ابو علام، اراد ان يسجل. كريم خطف الكرة، قطع الكرة، خطورة الكرة ولكن الى حارس المرمى. الهيدوس كاد ان يسجل، الهيدوس كاد ان يحرز، الهيدوس كاد ان يسجل هدف ولكن التصدي من حارس سعود المنتخب الياباني في المجموعة الثانية. كرة خطيرة خريبين ولا تمريرة، كرة ما زالت قائمة وتسديدة تأتي. مؤيد العجان والعرضية، كرة عالية ولكن في اللحظة الأخيرة كرة قطعت وابعدت وعادت في اليمين من محمود على حساب المنتخب الأوزبكي، بينما هنا فرصة سورية وتسديدة تأتي لكن تصدي من حارس المرمى. المنتخب القطري، عرضية ترسل عالية، كرة خطيرة ولكن في الجانب الأيمن، بعد ذلك على الشبلي والعرضية، راسية السومة لكنها بعيدة. سوريا الآن في المركز الثالث، المنتخب السوري في المركز الثالث بفرق الأهداف على المنتخب الأوزبكي. المنتخب القطري، كرة ترسل عالية خطيرة، راسية ولكن التصدي من حارس المرمى. الحارس من أجل الثالث، فرصة الثالث، جول. هدف ثالث للمنتخب السوري في هذه اللحظات، وهنا الفرحة وهنا السعادة السورية. المنتخب السوري خدم نفسه أولا بهدف ثالث في هذه الأثناء. محمود المواس قطع الكرة، انطلق وسدد باليمين وسجل الثالث الأهداف. منتخب سوريا، نعم الحلم أصبح كبير، منتخب سوريا حلمه أصبح كبير في أن يصل المونديال لأول مرة، في أن يبلغ المونديال لأول مرة. مباراة كوريا انتهت، مباراة أوزبكستان انتهت، وهنا مباراة سوريا. المنتخب السوري أمام العناب القطري. سوريا 3.